السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة ثالثة ثانوي الشعبة الأدبية، معاكم الماستر حازم حشاد مدرس التاريخ راعي الفهم في مصر. تعالوا أفهمكم جزء مهم بخصوص الخديوي إسماعيل وإنجازاته في الحياة الثقافية. بالنسبة للخديوي إسماعيل، عمل أول حاجة في الحياة الثقافية جمعية المعارف اللي كانت بهدف التأليف والنشر، يعني هنألف وهنشر لكم كتب، ولكن في مشكلة، أزمة مالية، مفيش فلوس. طب العمل، انتوا يا مؤلفين هتشتركوا مع الدولة إن كل واحد هيدفع مبلغ علشان نقوم الجمعية دي. جهود ذاتية، مشاركة مجتمعية من ناحية الفلوس بسبب الأزمة المالية، فيتعمل حاجة اسمها الاكتتاب العام، إن كله هيشارك بالفلوس علشان الجمعية دي تقوم. طب مين اللي هيشارك؟ المستنفعين منها أو المستفيدين، المؤلفين. ومش بس هنألف جديد، لا، ده احنا هنطبع ونعمل نسخ من المؤلفات الأصلية أمهات الكتب في الأدب والفقه والتاريخ. طيب بالصلاة على النبي كده بقى، لما نكتب الكتب دي كلها ونطبع ونعمل، هنحط الكتب فين؟ انهم عاملين دار للكتب، دي ليها علاقه بدي. طيب سؤال مهم، هو احنا هنجيب الورق منين؟ ارجع للصناعه في عهد اسماعيل، يقول لك ان من الصناعات التحويليه صناعه الورق قرب الدبه. يبقى ليه كان في صناعات ورق متقدمه ومزدهره في عهد اسماعيل؟ عشان انجازاته في الحياه الثقافيه وفي التعليم برضه ما ننساش. دي كده جمعية المعارف، وعرفنا يعني ايه اكتتاب عالم عشان دي مهمة جدا، طلبة كتير ما تعرفهاش، بل ومدرسين للأسف يعني. المهم، الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن الجامعة الجغرافية، أبحاث في الجغرافيا، يعني استكشاف منابع النيل. طب مين اللي ماهد لده؟ محمد علي. طب منابع النيل هيخلي إسماعيل يعمل إيه بعد كده؟ توسعات في شرق أفريقيا. لحد كده كويس؟ كويس جدا. ومش بس كده، ده كمان اسماعيل عمل حاجه مهمه جدا، اطلق حريه الصحافه. صحافه يعني عاوزه ايه؟ ورق، حياه ثقافيه هتاثر فيما بعد في حاجات كتير جدا، اهمها الثورات اللي هتقوم، الشعب هيتثقف. ثوره 19 لحد ثوره 19. طيب في حاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها في الجزء ده، وأربط ما بين إسماعيل وما بين عهد عباس وسعيد. الجمعية الخيرية الإسلامية، جمعية خيرية إسلامية، يعني التعليم بتاعها يكون تعليم ديني شوية. يعني هرجع زي قبل دخول الحملة الفرنسية في مصر، كان التعليم ديني مقتصر على دور الأزهر الشريف. طيب ايه اللي خلى اسماعيل بقى يعلم البنات والولاد في الجمعيه الخيريه الاسلاميه؟ بتكلم عن التعليم بس، ركز لي على التعليم، تعليم ديني. ليه؟ في الكتاب بيقول لك عشان يواجه الطغيان الاجنبي والمدارس الاجنبيه. طب المدارس الاجنبيه في عهد عباس وسعيد كانت مدارس بيتقال عليها مدارس ايه؟ تبشير. ايوه طب ماشي، طب ليه يعمل جمعيه خيريه اسلاميه؟ طبعا الجمعيه الخيريه بتعمل خير، ودي حاجات يعني انا مش هتكلم فيها دلوقتي. تبشير معناه الدعوة للمسيحية، فالأجانب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لما زاد التدخل الأجنبي فتحوا مدارس للتبشير ليهم عشان يبشروا بالمسيحية، تبشير. طبعا المنهج ده ما فيهوش الكلام ده، فلازم حضرتك تكون فاهم يعني ايه تبشير، وعشان كده اتفتحت جمعية خيرية إسلامية عشان أواجه ده. يبقى إسلامية هتواجه تبشير، ثقافة تبشيرية مسيحية هتواجهها ثقافة إسلامية، ازدواج ثقافات. رجع حملة فرنسية ومحمد علي. يبقى الناحية الثقافية دي كانت مهمة جدا جدا. ده بعض الأجزاء اللي ما بين السطور في الحياة الثقافية في عهد إسماعيل، سريعا قلناها. طبعا لازم تكون فاهم عشان تعرف تحل، مش بكتر الحل، افهم كويس هتعرف تحل. توقع انت الافكار، ما تعتمدش على افكار الكتاب الخارجي بس، فصص المعلومه. فهمني شكرا، ما تنساش فهمني شكرا عشان تفهم. ان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو قريب عن حاجه برضو في المنهج، حاجات منسيه، حاجات بين السطور ممكن ما يكونش حد بيتكلم فيها. اشوفكم على خير المره الجايه. السلام عليكم.